2 لعيبة وقعوا من يومين لنادي ساحلي، والاتنين اللعيبة دول ماضيين عندنا واخدين فلوس من عندنا، والملفات اهي. انما نادي الزمالك قفل الملف، وبقول لكم وبقول من هنا لولاد تيجي تاخد ورقها، لن نقف امام مستقبل. الكلمتين دول وفقا للوائح شؤون اللاعبين يمكن حرمان نادي الزمالك من الاستبدال في يناير. الكلمتين دول وفقا للوائح لجنة الانضباط ممكن يخصموا نقاط من رصيد نادي الزمالك، بل ما هو أبعد من ذلك، ممكن وفقا للوائح، أنا بقول وفقا للوائح مش اللي هيحصل ولا في تفكير قطعا لده، أن يهبط من القسم الأول إلى القسم الثاني. ليه؟ طبعا هذا التصريح الواضح أمام حضراتكم يعني أن لاعبا حرس الحدود هاني سعيد وعبد السلام نجاح قد وقعا على أوراق رسمية في أروقة نادي الزمالك. هذا التوقيع في هذا التوقيت ممنوع شكلا وموضوعا على أي نادي في الدنيا أن يدخل في مفاوضات مع لاعب من نادي آخر وأن يصل الأمر إلى حد التوقيع على استمارات أو عقود أو إلى آخره. ده يعني اوتوماتيكلي على طول انه دخل في اطار توقيع عقوبه على هذا النادي، في 3 عقوبات بتتوقع. واقول لحضراتكم مغزى المشرع من كده ايه؟ اللاعب ما زال متعاقد، لا خلينا نتكلم على حرس الحدود واديكم امثله اخرى. يعني اللاعب ما زال متعاقد مع حرس الحدود اللي هو هاني سعيد او عبد السلام نجاح، هنسميهم اللاعب، وما زال عقده ساري حتى شهر 8 اللي جاي. لا يمكن لأي نادي ولا يحق لأي نادي أن يدخل في مجرد مفاوضات، وهقول لكم أمثلة. فما بالك أن الأمر وصل بأوراق رسمية بيرفعها السيد رئيس النادي، بما يعني أن هم وقعوا تعالوا خدوا ورقكم. هذا اعتراف رسمي بأن اللاعبين موقعين على عقود أو على استمارات انتقال لنادي الزمالك. هذا الأمر يمنعه ويحرمه الاتحاد الدولي، لأنه ده معناه ببساطة أنك توقع اللاعب في دوامة وهو ما زال متعاقد. أنا بقول لكم أهداف المشرع إيه من هذا المنع. توقع اللاعب في دوامة من الأفكار ودوامة من الاختيارات في دماغه، خلاص أنا قاعد يومين وماشي، خلاص أنا كذا، خلاص أنا كذا. لا يمكن ولا يحق إطلاقا لأي نادي أن يدخل في مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع أي لاعب متعاقد إلا في حالة واحدة. إذا بعت، هنتكلم على الحالة بتاعتنا، نادي الزمالك فاكسا رسميا إلى نادي حرس الحدود يطلب منه إعطائه الفرصة للتفاوض مع لاعبيه خلال هذه الفترة، ويرسل حرس الحدود ردا على هذا الفاكس بالموافقة والسماح لمسؤول نادي الزمالك أن يجلسوا مع اللاعبين ويتفاوضوا معهم ويوقعوا معهم في هذا التوقيت، وتخرج استغناء مباشرة من نادي حرس الحدود إلى نادي الزمالك حتى تكون الموافقة مكللة باستغناء إذا تم الاتفاق. قطعا لم يحدث، لا نادي الزمالك بعت لحرس حدود إطلاقا، ولا حرس حدود بعت لنادي الزمالك إطلاقا، ولا هناك استغناء صدرت من نادي حرس حدود إطلاقا. هي 3 مخالفات جسيمة، 3 مخالفات كبيرة، 3 مخالفات يمكن أن توقع نادي الزمالك في مشاكل كبيرة للغاية. زي ما أنا قلت وفقا لوائح لجنة شؤون اللاعبين، في طبعا متدرجة العقوبة وتصل إلى حرمان النادي من الاستبدال. وفقا لقواعد ولوائح لجنة الانضباط تصل إلى خصم نقاط، ويصل الأمر
الى نزول الى الدرجه الادنى. اشلي كول وهو قطعا لاعب الارسنال الكبير جلس مع المدير السابق، طبعا السابق هو طبعا حاليا تشيلسي، جلس مع المدير التنفيذي لنادي تشيلسي، وكان في عقده عامين لسه مع نادي الارسنال، ونرمى الامر الى مسؤول الارسنال وارسلوا صوره فوتوغرافيه وهو يجلس على الغداء، بس الاثنين لوحديهم مع بعض. الاتحاد الدولي وقع غرامه ماليه رهيبه على نادي تشيلسي لجلوس المدير التنفيذي مع اشلي كول، ووقع غرامه ماليه على اشلي كول للسماح لنفسه بالجلوس مع المدير التنفيذي لتشيلسي وهو ما زال في عقده بقيه. احمد صديق لاعب النادي الاهلي كان بيلعب في بترول اسيوط، ودخل مقاولين العرب ومضاه في الفتره اللي انا بتكلم عليها دون اذن ودون من بترول اسيوط، ثم دخل النادي الاهلي طرفا ثالثا وخلص بالوضع الرسمي. مقاولين العرب وقع عليه، اولا طبعا هنا في غرامات وفي عقوبات بتنزل على الناس وفقا لمدى ادراكهم. اللاعب بيبقى اقل غرامه لانه مفترض ان هو غير ملم بقواعد الانتقالات، مفترض هذا على الاقل عندنا في مصر. الوكيل اخذ غرامه تقيله. النادي هو اكتر جهه او اكتر طرف في الثلاثه اطراف مفترض المامه الكامل بالقواعد الاحترافيه، اخذ غرامه عنيفه، وكان من الممكن ان تطبق عليه الامور الاخرى قلتها وفقا للوائح ونصوص الاتحاد المصري المدعمه بلوائح ونصوص الاتحاد الدولي. ده نصح انا قلته اهو. عيب ان انا اوجه نصح؟ طب ما انتوا ما عرفتوش، طب ما انتوا مش عارفين، ما انتوا حطيتوا دلوقتي نادي الزمالك في مشكله جديده. انا اعلم ان استحاله اتحاد الكوره يفكر، والله اعلم، لكن مش ممكن هيفكر في النصوص العنيفه اللي موجوده ويستطيع ان يستغلها ويستثمرها، لكن مستحيل على الاقل مع الموقف العنيف اللي حصل ده تجاههم. لكن انا بؤكد من هنا، وانا مش مسؤول ان انا اتكلم عنهم، هم حرين يتكلموا عن نفسهم، لكن انا بؤكد ده مستحيل، لانه في النهايه ده نادي الزمالك. اتحاد الكره عندما يتعامل مع النادي يتعامل مع الكيان الاسم الكبير العظيم نادي الزمالك، لا يتعامل اطلاقا مع الافراد اطلاقا. حبيت اقول هذه الدباجه، وايضا حبيت اقول برضو اما اتكلموا يعني انا عايز يبقى في دراسه الاول قبل ما نطلع نتكلم عشان الناس تصدقنا بجد. لابد ان تكون هناك دراسه لما سنتحدث فيه او نكتب فيه او نرسل فيه خطابات. لما جم يتكلموا على الاستبدال وقال لك احنا هنرفع الاتحاد الدولي، مش معقول يا جماعه، مش ممكن ما تكونوش بتقروا لوايح، مش معقول ما عندكوش جوه النادي حد بيفهم في اللوايح، مش معقول ما جبتوش اللائحه اللي جايه لكم من اتحاد الكوره والمعمول بيها من 2005 ولم تتحرر او تتغير او تعدل حتى هذه اللحظه، وربما تعدل في الاجتماع القادم بتاع الجمعيه العموميه في فبراير. وانا عارف لما رجعت الورق، انا قبل ما اطلع لحضراتكم هنا برجع لكل حاجه، لم يحضر مندوب نادي الزمالك اخر هذه الجمعيه العموميه، ده 2005 مالناش دخل يعني، ولكن مرسله، اللائحه مرسله عندكم 2005 فيها الاستبدال. تيجي النهارده تطلع وتملا الدنيا ضجيجا وصراخا انك مظلوم وانك والمساله دي اتعملت للنادي الاهلي وهي موجوده في ادراجك. لو فتحت الدرج وشديته وفتحت لجنه وفتحت لوائح المسابقات وفنطها هتعرف الاستبدال ماشي من 2005 لم يتغير ولم يمس حتى هذه اللحظه. لما تطلع امام الراي العام وتقول ان هذا الامر معمول خصيصا للنادي الاهلي، وان هذا الامر غير قانوني، وان هذا الامر غير لائحي، وان انت هتشتكي للاتحاد الدولي، لازم تقرا الاول قبل ما تطلع، لانه الكلام عندما يخرج من الكبار لابد ان يكون بحجم هؤلاء الكبار. ونادي الزمالك كبير، ورئيس نادي الزمالك كبير، ونعتز به ونعتز بجميع اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك، ولكن في النهايه لابد ان يكون الكلام بحكمه، وان يخرج بحكمه، وان تكون الالفاظ منتقاه، لان الذي يتحدث لا يتحدث باسمه اطلاقا، هو يتحدث باسم الكيان الكبير. قد ايه في هذه اللحظات الحقيقه لابد ان انا اذكر الشيء بالشيء. اختلفنا كتير مع الكابتن حسن حمدي وقدنا